هنعمل حلقة من عند شارع المعز، هو شارع المعز لدين شارع الله. المعز لدين الله، مع الأستاذ عادل صاحب ورشة النحاس بتطعم بالفضة ان شاء الله. إن شاء الله. فهنعرف النهاردة إزاي بيشتغل على شغل النحاس ويطعمه بالفضة. اهلا وسهلا أهلا بكم بيك يا أستاذ عادل. الساده المشاهدين والمتابعين. أهلا. احنا طبعا معاكم عادل جمعه، صاحب محلات خان آل جمعه. احنا الحمد لله يعني في المهنه ديت ابا عن جد، وعلمت ابني وبنتي برضو نفس المهنه العظيمه ديت. والمهنه دي طبعا قديمه قدم التاريخ، يعني الشغل على كم سنة يا النحاس. أستاذ عادل؟ يعني مهنه التطعيم بالفضه من ايام الفاطميين عدت 1000 سنه، معديه ال 1000 سنه. 1000 سنة. لكن هي ازدهرت جدا في عصر المماليك. في عصر المماليك ازدهرت جدا واتعمل شغل عظيم، وكان الصناع صناع مهره جدا. والسلاطين كانوا لهم كل سلطان ليه صانع معين يعمل له قطعه تحف، وكان كل بيت مصر زمان لا يخلو من قطعه متحفيه. حتى بيوت الفقراء لازم تلاقي بسنت، تلاقي شكمجيه. يعني لو اتفرجنا على افلام الابيض والاسود القديمه، وكانوا يجيبوا بيوت فقيره جدا في احياء شعبيه، تلاقي لازم حاطط فازه نحاس. النحاس والشغل المطعم ده مهنه كبيره. حضرتك بقى بتشتغل بالفضة، ده تقريبا بتبقى عيار كام؟ ده عيار 1000. 1000. لازم ليه بقى؟ لازم تكون عيار 1000 عشان تبقى طريه جدا معايا وانا بجمعها. لان احنا بنعملها خطوط، بعد كده بنجمعها على بعض عشان تقفل. فلازم الفضه تكون عيار 1000 وتكون نقيه جدا. نجيبها سبايك، نجيبها سبايك بتاعت بره. سبايك، وبتتعمل السلك بعد كده إزاي؟ تتحط في البوتقه وتتدور في البوتقه في النار، وتطلع على شكل عمودي. بعد كده يبتدي نسحبها باب ورا باب ورا باب ورا باب لغايه ما نوصل للتخانه 50 55 60 70 حسب تخانه اللي حضرتك هتشتغل بيه. بالظبط. والخبره بقى هي اللي بتحدد القطعه محتاجه ايه. حضرتك بيجي لك بقى القطع النحاس من بره؟ لا يا فندم، كل حاجه بنعملها بتعملها عندنا هنا؟ احنا كل حاجه بنعملها عندنا. احنا بنشتغل على شغل المتحف. طبعا مصر بلد ذاخره بالتحف الاسلاميه والعربيه والقبطيه، فاحنا عندنا المتحف الفني الاسلامي ده تاريخنا. فاحنا بنقلد شغل اجدادنا المماليك والفاطميين، وبنعمل الشغل بسنة السلطان، المشكاه، النجفه، الصينيه. يعني لينا في حاجات كتير بصراحه. اجدادنا ما سابولناش حاجه. يعني اجدادنا ما سابولناش حاجه إلا لما عملوها. ابدعوا. جميل. نعم. جميل. 1000 يعني سنه يا ريت والله ان هي الحكايه دي تستمر والناس تتعلم. يعني يا ريت فعلا الواحد ينادي ان يبقى في دورات تدريبيه كده الحكومه تعملها علشان الصنعه دي تفضل موجوده. بص يا استاذه، وبقول للساده المشاهدين، قبل اصل الحكومه مش عليها كل حاجه، مش هتسقي. اصل ده مش فيتامين او لقاح الحكومه هتدي للناس. لازم الاول ثقافه حب الفن. صح. لا احنا عايزين الاعلام، محتاجين استاذتنا زي حضرتك، الناس تجتهد ان احنا نحبب الناس مش عارفه. يعني انا ببقى زعلان يجي لنا ناس تقول لك ايه دوت مصريين في الوقت اللي بره في اوروبا فاهمين احنا بنعمل ايه وعارفين، لانهم قاريين على الحاجات دي وشايفين بالظبط صور يا فندم ليها. احنا عايزين الاول الثقافه تعم، الاعلام يشتغل، الناس تنزل، الشباب تنزل رحلات مش عشان يتفسحوا، لا يعرفوا الحجر ده يا جماعه لو نطق يقول تحيا مصر. صح. كلها بتبقى حاجات يعني اسلاميه ولا اسلامي وعربي؟ اسلامي وعربي. اصله غني جدا. خطوط. غني جدا. احنا قطعه الشغل الاول بتجينا حته نحاس مفروده، بنبتدي نحدد الحته دي نعملها ايه. يعني ده ابريق يركب له بسبوز ويركب له اليد، هنشتغل زي اجدادنا بالظبط. يعني ده لسه هيركب له، ما انا ده لسه شكل الابريق وليه بسنت، وهوريكم شغل منتهي وخالص. تشوفوا حاجات ان شاء الله تعجبكم جدا جدا، ومش هتشوفوها غير في محلات آل جمعه. الحمد لله. يعني انا بصراحه استهواني وانا شايفه حضرتك، لان انا شغلي كلها حاجات بالايد يعني. طبعا. فبحب الحاجات دي، يعني نفسي اتعلمها بجد. لا تحت امرك، عايزه اتعلمها تحت امرك، لانها فعلا حاجه جميله جدا. احنا بنحب شغلنا جدا. هي عايزه صبر. ابويا وجدي علمونا ازاي قبل ما نقعد على الكرسي ونتاجر، علمونا ازاي نحب لان القطعه لو ما حبيتهاش وفهمتها وفهمتني بتبقى مشكله، مش هتطلع حلوه. صح. لان برضو الفنان الحديث لازم كده لازم يحبه عشان يطلع. بالظبط.
لازم يحب قطعه الشغل الاول، واشوف حته الشغل الاول، اشوف جدي عملها ازاي. جدي من ايام المماليك، من ايام الفاطميين، احنا كلنا سلسال بنكمل بعض. ازاي عملها؟ طب عمل دي ليه؟ حط الخانه دي هنا ليه؟ لازم افهم القطعه الاول. وعندنا طبعا المتحف الفني الاسلامي ده زيارات متكرره ليه، الكتب عشان تثقيف، لان احنا كل يوم بنتعلم حاجه جديده كل يوم. كل ما اشوف حته القطعه الفنيه في المتحف اجي اشوفها مره تانية، اشوفها بعين جديده. الخبره لما بنثقل خبراتنا بنشوفها بطريقه تانية طبعا، وبعد كده بنشوفها بطريقه ثالثه ورابعه وخامسه، كلها اعجاز. طب حضرتك لو جالك حد مثلا عامل قطعه اكسسوارات نحاس مثلا، يقول لك شكلها لي نحاس وطعمها لي بالفضه، هل ممكن هنا في الورشه ولا بس كده؟ ما بشتغلش غير شغل الاجداد. الشغل ده ما بشتغلش غير شغل الاجداد، لاني باجي بعمل اي حاجه تانية بحسهاش. حتى لو حاجه عربي يعني، ساعات اعملها عارفه حضرتك لازم تكون حاجه من التراث، يكون الخط مظبوط. الثلث الديواني ديواني، الكوفي كوفي الوحوش كوفي وحوش. لكن لو لقيت اي خط حلو وخلاص لا احنا كمحترفين، انا قصدي برضه هو كده لازم تكون حاجه مظبوطه. لا انا قصدي هو عندك انت ممكن تصمم يعني قطعه النحاس بالخط اللي انت بتقول عليه وتطعمها بالفضه. ساعات بيجي لي حاجات بعملها لكن ما بخرجش عن لا ما انا قصدي ما انا قصدي في حدود التراث. لو عملت فكره برضه حلوه حته يعني. ما حدش جالك قبل كده عمل قطعه اكسسوار؟ لا كتير بيجي لي، بس لازم احسها. طبعا. وساعات بنقبل شغل. شفت حضرتك لما بنسمع الفنانين بتوع زمان يقولوا انت عملت الفيلم ده ليه؟ يقول لي ما كانش معايا فلوس فعملته. اصل انا اول ما ابتديت فعملته، عارفه حضرتك بس ما بيبقاش ليها طعم على فكره والله. فساعات اعمل قطعه بس ما احطهاش حاجه عليها اسم المحل، اقول له انت ما عملتهاش عندي، ببقى محتاج فلوس بس. صح، لانك انت مش حاسسها. مش حاسسها، بقول له دي اتعملناها لكن ما عملتهاش عندي، ما احطهاش في الكتالوج بتاعي بالعربي. يعني عندي في الكمبيوتر اي قطعه شغل بنعملها وازاي اتعملت والتدرج بتاعها، اي قطعه ومقاساتها وزنها خدت قد ايه فضه، عشان نسجل التاريخ ما يموتش. طبعا. وزي حضراتكم كده بيجي لنا ناس مثقفين، ناس محبين بيعملوا ده. كل ده ان شاء الله هنبقى في يوم من الايام زي اجدادنا بنسمع عن الجبرتي، واما الجبرتي حكى، فبس تبقى حاجاتنا موثقه. يا رب، دي فكره ان شاء الله رب العالمين. بتيجي ازاي بقى حته النحاس؟ يعني بتبقى عباره عن ايه شكلها؟ وبعدين بتبتدي ساعات يجي مثلا عميل من بره يقول مثلا عايز مثلا صينيه، الشكل عايز ان انا بعملها، عايز هو حاجه معينه، يقول لي مثلا عايزها فاطمي، عايزها كوفي، عايزها فيها وحوش، رحله حرب السلطان، رحله سمر للسلطان. فابتدي اشتغل على كده. قال لي اعملها انت على مزاجك. ببتدي بقى انا اقسمها وابتدي اشتغل وتترسم. عندنا طبعا كل خطوه عندنا قطعه شغل ممكن تقعد سنه نشتغل فيها. الرسومات حضرتك يعني بيبقى موجوده، بتجيبها منين علشان خاطر حد بيرسمها متخصص ولا من المتحف؟ متخصص. لا احنا الاول بصراحه الاول كانت الصناعيه بترسم لنا، تيجي الشغل عشوائي وبيعملوا زي الاجداد برضو حاجات جميله. لكن بعد كده لما جه ابني بقى نزل المحل، فالشباب عايز يطور، فابتدى يجيب الناس خريجي فنون جميله. والشباب بصراحه عايز يشتغل، والبنات عايزه تشتغل، والناس بتحب الشغل جدا وبيحبوا الفن جدا. هم طالما دخلوا الكليه دي بيكونوا حابين الحاجات دي. فجبت فعلا ناس ابتدوا يخشوا يتعلموا يحبوا الاول الصنعه، يشوفوا الصنعه بتعمل ازاي. بقت الموهبه بتاعتهم نثقلها بالصنعه عشان يفهموها، لان احنا بيجي لنا الطلبه بتوع فنون جميله والدكاتره وكده اهو بفضل الله. الحمد لله. احنا الاصل. ابتدوا احنا قرينا في الكتب حلو جدا وحافظين تاريخ المسجد ده احسن، والقطعه دي احسن مني مليون مره يشرحها، لكن في تنفيذها ما يعرفش. التنفيذ عندنا احنا. صح، العملي بالظبط يا فندم. هو يشتغل عملي بالظبط يا فندم. يعني بيجي ازاي اول هي قطعه النحاس بيجي مثلا ابريل زي كده بنبتدي تبقى يعني جاهزه، تبقى حته نحاس مفروده. أيوة. بيبتدي نحدد سمكه النحاس. طبعا احنا النحاس انواع كتير. عندنا النحاس الاحمر، عندنا النحاس الاصفر، عندنا النحاس الماوي. وده الحاجات اللي بنشتغل عليها. طبعا النحاس الاحمر في النقش والتطعيم صعب جدا. ليه؟ مش عايز اي صنايعي، عشان النحاس الاحمر بيفتح لما نيجي نعمل الفرد والجوز، بيفتح منها، فعايز صنايعيه مهره. النحاس الاصفر صلب. بيبتدي نحدد التخانه اللي هنشتغل عليها، ملي وربع، ملي ونص، 2 ملي، 3 ملي.
ونبتدي نحدد الحاجه وبعد كده نبتدي نشتغل ونحدد رسوماتنا، تبقى فريق عمل كامل. وبتتشكل بقى ازاي؟ بتخش عشان خاطر تبقى بعد ما كانت حته النحاس بنسخنها بنخمرها على النار تبقى طريه. بعد كده نبتدي بالدقماءه والمطرقه والمربع تدق ونشكلها. يعني مثلا ده مثلا كده على شكل ابريق بيجي حته واحده. بعد كده نحدد هنا اهو اللوزه ديت. دي بتبقى تركيب ولا لا مش تركيب، تبتدي بقى تروح لحاجه اسمها المربصاتي او بتاع التأبيب. يبتدي يطلع الشكل بتاعها، يبتدي يعليها بحيث ان احنا نحددها بالشكل دوت. صنعه كبيره. صنعه كبيره. وتاخد قد يعني كل قطعه طبعا ليها وقت؟ كل قطعه ليها وقت. يعني دي كده مثلا شغالين فيها بقالنا حوالي شهر، وتاخد لها حوالي اسبوعين تكون خلصت. نبتدي بقيه القطعه لان ليها طشت وليها بسبوز وليها يد وليها غطا. طيب هي دلوقتي اللون، انا شايفه اللون بتاعها ما شفته، انا تهيألي اول ما شفتها افتكرتها صدف. وبعدين لقيتها لون بيقولوا لي لا فضه. لا هي بقى بتتلمع بعد كده؟ ما فيش تلميع، احنا عندنا كل حاجه يدوي، بنصنفرها يدوي. ايوه، ما انا بسأل ازاي عشان تخرج في الصوره. بنصنفرها يدوي بحيث ان هي الفضه نقفلها ونقفل المسام بتاعتها. بعد كده تتلمع يدوي، ايدينا تتقطع كده فيها، عشان كمان لما نشتغل كده بايدينا اي حاجه في بزه اي حاجه تعورنا فنحس نعرف. لكن الموتور لو حطينا الحاجه على الموتور بياكل ما بيشوفش. طبعا احنا بنشتغل زي اجدادنا بالظبط. الحمد لله. الحمد لله، فضل من الله ونعمه. الحمد لله، ربنا يدي لحضرتك الصحه. طب حضرتك اشتغل بقى قدامنا كده اهو. عندنا طبعا زي ما بنقول سلك الفضه. احنا طبعا في الاول لو حضرتك قربت الكاميرا بنعمل مجرى في قلب الورقه نفسها، ده اسمه عرق قاعد. ده كده اسمه عرق قاعد. ونبتدي بندخل الفضه هنا اهوت، بتبقى بالشكل ده. بعد كده جنب بعضها زي ما حضراتكم شايفين سلوك جنب بعضها. نبتدي بالشاكوش المسنن دوت، نبتدي نجمع الحته عشان تدينا شكل الورقه ما يبقاش فيه اي فروقات. زمان كان اللي يشتغل في التجميع البنات، عشان البنات ايديهم حنينه عن الرجاله. عشان حته الفضه ما تعجنش، لازم الحته تبان ان هي الورقه ورقه والعرق عرق. صح، تاخد الشكل بالظبط، تاخد الشكل بتاعها. شوف حضرتك لو قربنا عماله تتقفل القطعه، اي ضربه غلط قطعه باظت. كده احنا تقريبا قفلناها كلها. ابتدي ادورها بالشاكوش، كل ده بندورها بالشاكوش عشان تدينا الشكل البعد الثلاثي زي ما بيقولوا. لو لاحظنا دقه الشاكوش يعني واحنا قاعدين بيبقى الصنايعي شغال، صوت الدقه باين لي الصنايعي شغال كويس ولا لا، لان دي الموسيقى بتاعتنا واحنا نايمين بنحلم بيها. ربنا يديك الصحه. حضرتك كده اتقفلت. كده قفلناها ودورناها. لو بصينا كده هات لي يا ابني حته صنفره صغيره. دي صنفره ناعمه طبعا. صنفره ناعمه زي بتاعت العربيات الدوب. احنا بنتعامل مع الحاجه طبعا عشان بحنيه لا تتخيليها. زي ما نشوف كده اهوت ابتدت الفضه تظهر، الخشنه تروح. نبتدي بقى حته حته كده. شوف بقى في كام الف ورقه في القطعه. نبتدي كل قطعه تتعامل معاها كده. ما شاء الله. طب دي لما بعد كده لما تبقى في البيت يعني دي تتلمع ازاي يا حاج؟ خصوصا ان كل مش عايزه تلميع، كل لما تقعد لان احنا شغالين بخامه عاليه، خامه نفيسه. كل قطعه ما تقعد كل ما لونها يحلو. حضرتك لو زرت المتحف الحاجه عمرها 500 سنه و600 سنه، طبعا كل ما تظهر قديمه كل ما تقدم كل ما تحلو. وكل ما ايدينا ورحنا فيها كده اهو يفضل روح الصانع في قلب القطعه. بص حضرتك فعلا ناعمه ناعمه كده. لسه ليها مراحل تانية بصنفره تانية. ونبتدي بقى ايه نشتغل بهذا الشكل. هات لي بسنتي من جوه كده
بصوا حضراتكم. والصندوق عشان انتوا قناتكم غاليه علينا، نوريكم حاجات ما بنطلعهاش لحد ابدا. جميله فعلا ما شاء الله. ولو خدت بالكم برضو هنا من النجاري معمول ازاي النجاري. بص هحطها فوق العلبه كده. بص حضرتك ده بسنت السلطان، نسخه مقلده طبق الاصل. ده اللي السلطان كان بيتوضى فيه. اخوه موجود في المتحف. جميل. انا وهنلاقي مكتوب دي على الكاس دوت، دي الدوله الايوبيه. دي ده شعار الدوله الايوبيه. وهنلاقي اوصاف السلطان: عز لمولانا السلطان المجاهد المرابط ناصر الحق الى اخره من مصطلحات. طبعا كل دوت معمول بداء الايد ومكتوب اسم الصانع مما عمله. ايوه فين بقى حضرتك؟ اولها اهو مما عمله. يعني لازم الصانع زمان كان بيكرم. حضرتك طلعي الابريق ده السلطان كان يتوضى فيه. بص حضرتك الورده والمقرمصات. تقيل تقيل. ده من القطع الجميله. وشايفين الفضه في الابريق، لو جبنا الخط اللي في الداير فوق هنلاقي الفضه بتلمع. كل ده معمول باليد، الفضه تتمسك بالايد. لا ما شاء الله، انا شايفه باينه قوي، واضح اللمعه بتاعتها. وهنشوف دلوقتي ان شاء الله علبه مجوهرات السلطان. دي حاجات يعني الناس بيطلبوها منك يا استاذ؟ نعم طبعا طبعا. القطع بتقعد شهور. في حد لسه مهتم بالحاجات دي؟ للاسف يعني كله بره مصر، يعني قليلا جدا زي ما شايفين دقه العمل. بجد ان مفيش في مصر حد يعني قطعه زي كده جميله في البيت. ان شاء الله مصر دي ولاده وفيها الخير ان شاء الله ان شاء الله. وان شاء الله رب العالمين الفن يزدهر يا رب. على فكره صنعتنا دي من ضمن قوه مصر الناعمه. طبعا. ان الدوله لما اهتم بينا ان احنا نطلع المعارض ونعرض شغلنا، مش عايزين نبيع. ليه ما فيش حد عرض مثلا معارض تطلعوها، او انتوا ما حاولتوش للاسف تطلعوا انا ما بطلعش معارض للاسف. المعارض لما بتتعمل، فمشكلتنا في الصنعه دي المتطفلين على الصنعه، مش الصنعه الناس اللي اتعلق يعني اي حد يشوف حد بينقش او بيطعم، واو ايه الجمال، واما يطلعوا بره عايزين يبيعوا، ياخدوا معاهم شغل صيني عشان يبيعوا. ممكن تشرح لهم مفتاح برضه. ده خليكم بقى مع قناه سمر لايف ستايل. استاذ عادل النهارده مقدم لنا انفراد بصراحه، مفتاح الكعبه. حضرتك تشرح لنا بقى. ده طبعا عشان دي اول مره بصراحه على اليوتيوب. هنبتدي بالقماش بره. القماش بره دوت من نسخه مقلده، القماش نفسه وحصلنا عليه يعني باعجوبه، جبنا منه كميه وغالي جدا. من الستاره النبويه اللي موجوده في مسجد النبي اللي مكتوب عليها القران. دي طبعا مش الاصليه، طبعا احنا مقلدين. دي عليها ايات قرانيه، عملنا منها العلبه الجميله ديت من فوق طبعا بس. وده نسخه مقلده من مفتاح الكعبه اللي كان بيطلع كل سنه من مصر. وعلى فكره الكسوه كانت بتتعمل عندنا هنا في الجماليه في كسوه الكعبه. وكانت بتطلع للمملكه العربيه السعوديه الحبيبه، ويطلع الموكب، موكب المحمل. كان يطلع بدايه من عندنا هنا من الجماليه، يطلع على القلعه، وكان في مكان مخصص هناك بالسلطان يقف ومعاه الحاشيه وعامه الشعب. فضل هذا التقليد لغايه عهد جلاله الملك فاروق عليه رحمه الله. ده ايات قرانيه طبعا. المفتاح ده كله شغل يد. يبقى مكتوب عليها ايه المفتاح؟ مكتوب عليها إن بسم الله الرحمن الرحيم، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركه الى اخر الايات. طبعا بنبتدي وكل مفتاح بيتكتب عليه ايات، كان كل سلطان ليه حاجات معينه. ده ان شاء الله بركه محلنا. استاذ عادل بيقدم لنا انفرادات وحاجات بصراحه يعني مميزه عنده، واول مره يعرضها لاي حد. وحافظينه، حتى عاملين العلبه لو تلاحظي على يعني على شكل المتحف، عشان طبعا عليه كتاب ربنا لازم يحفظ بطريقه لائقه. ان شاء الله. وهنشوف برضو حاجه جميله اول مره نوريها لكم او حد يشوفها او نعرضها في الاعلام الطيب. ده علبه مجوهرات. ده انفراد برضو لينا السلطان قلاوون. سمر لايف ستايل.
علبه مجوهرات السلطان قلاوون. حضرتك طبعا من بره الحاجه بقى الجميله، العلبه دي كلها ما عدا الغطا طبعا. العلبه دي كلها قطعه واحده. قطعه واحده. بيتعمل في السوق بقى شغل مكن وشغل الحام. احنا شغالين زي اجدادنا، كله شغل برشام عاشق ومعشوق. ما انا شايفاه هنا مفيش بنطه لحام واحده. حتى الكعب بتاعه كله قطعه واحده. معمول بدقه متناهيه جدا من امهر الصناع اللي موجودين، مش هقول في مصر، في العالم كله. الله. كل ملي مش كل سنتي، كل ملي معمول له دراسه، معمول بدقه عاليه جدا، لان كل اللي معانا ناس من ايام جدي وابويا كلهم شيوخ صنعه. الصنايع عندنا يتفتح له مصنع، يتعمل له دوله لوحده. ما شاء الله. وهنفتح الصندوق من جوه وهنشوف الاتي. طبعا دي برضو ببرشام، دي السقاطه بتاعته. هنفتح الصندوق من جوه هنلاقي ما شاء الله معمول بالصدف البحري الحر ممنوع، وهنلاقي ادراج من جوه 4 ادراج من جوه. احنا طبعا بنشتغل، ما نقدرش بقى نقول بقى شغل بتاع بره، لا، شغل بتاع بره ما يجيش جنب شغلنا حاجه. طبعا. اي شغل موجود ده معمول مكن، بس هم بره بيعرفوا يروجوا لشغلهم. ده البقاء، ده كذا، ده كذا، ده صفر، كل ده انا معلش انا اسف، لا يسمنه ولا يغني من جوع. طبعا. لكن احنا شغلنا هو الاصل. فضل من الله. ده نفتح الدرج. الدرج معمول برضه عاشق ومعشوق، مفيش مسمار جوه. صناعيه الدق زي ما بيقولوا. لا، والخشب باين ان هو بتوع زمان. ده بيبقى خشب ايه ده يا ده كله خشب جوز. ده خشب جوز. هنقفل الغطا، وزي ما احنا شايفين مفيش حتى في الكعب هنا، مفيش اي لحام. لو تلاحظوا كله قطعه واحده. شايفه فعلا كله قطعه واحده. دي اما حتى المسامير دي البرشام، صح؟ برشام عاشق ومعشوق. النهارده دي اما تبقى تراث يتتوارثه الاجيال من بعدنا. لكن النهارده بقى نقول بقى الشغل الصيني للاسف بقى يطلعوا المعارض ياخدوا معاهم التماثيل الصيني والاطباق الصيني عشان يعرفوا يكسبوا. وده ضيع التراث. صح. انا حتى عايز اطلع معرض، مش عايز ابيع، انا عايز امثل الدوله. صح. اعرض اقول تحيا مصر، دي مصر. يقول لي بكام؟ اقول له مش البيع، اللي عايز يجي مصر. صح. اللي عايز يجي مصر. صح. المعارض التراثيه زي ما بنطلع كده تراثنا، اما طلع موكب السلطان فرعون مصر وتوت عنخ امون، زي ما قال كده الوزير، لا احنا بنعرض بره عشان لما يجي الناس ورا الملك. صح. الشاب يشوفوه في مصر. لكن لو احنا هنبيع تراثنا، لا، انا ضد ان يتعمل معارض باسم الدوله وتكون معارض بيع. لان الواحد هياخد معاه الحاجه اللي عايز يبيعها. صح. الحاجه اللي عايز يبيعها. ده التراث بتاعنا. ولو سالتك القطعه دي انا اسف مش هيعرف. صح. مش هيعرف. وعندنا برضو حاجه جميله جدا، مبخره السلطان اللي كانت بتبقى فوق صينيه، ولما كان يمشي ويبقى قدامه الموكب المبخره شايفينها اهي قدامنا. نشوف المبخره ده اللي كان بيتحط فيها بخور. انا مش عارفه. دي اللي كان بيتحط فيها بخور زي ما احنا شايفين. بس حضرتك قربها لي بس. الرجل بتاعتها نفس الرجل اللي معموله كلها يدوي، معموله دق زي ما احنا شايفين. القاب السلطان. الرجل تهمني قوي ان انت حضرتك تصورها. الرجل زي ما يكون حد لابس بوط. بوط بالظبط. عملوها ازاي زمان؟ اعجاز. طبعا بالنقش اللي عليها. وهنبص بقى على حاجه، لو انا اسف لو بصينا ظهر الرجل هنلاقي معمول عرق رفيع جدا. العرق ده عشان نطلعه يا جماعه اللي هو العرقوب. شايفينه؟ العرقوب ده عشان نطلعه حاجه صعبه جدا. بنمسك الرجل نشتغل فيها، يعني انا اسف زي البنت وهي بتمسك المبرد بتعمل ضوافرها. على فكره احنا في شغلتنا دي وفي الفن دوت المراه هي اللي بتوحي لنا الجمال. هي اللي نفتح المبخره من جوه
ده القعر بتاعها. فيها من تحت كمان. حاجه سلطان يا فندم، حاجه سلطان. ما شاء الله. شايفين القعر بتاعها جميل ازاي. لا حاجه فخمه قوي قوي بصراحه يا حاج عادل. الحاجه دي بنخص بيها قناتكم المحترمه ومتابعيكم الكرام. والله انفراد لينا والمتابعين الكرام، لانها حاجات بتاعتنا دي في حاجات عاملين زي بناتنا، ما نحبش نطلعها لاي حد. لا جميله. انا بجد بشكر حضرتك على القطعه الرائعه دي. من جوه موضوع تاني يا جماعه. نشوف بقى المكان، بيت النار او المكان اللي كان بيتحط فيه الفحم والبخور عشان جلاله السلطان. طبعا ده باسم السلطان برقوق. هنطلع فوق نشيل الغطا من جوه. لا هنا في الاخرام اللي بيطلع المجمره منها. عايزين المجمره يا عم كتكت. ده هنا الاخرام طبعا اللي بتطلع منها البخور. بيبقى فيه طبق هنا اهوت هنجيبه لكم تشوفوه، اللي بيتحط فيه الفحم. بيتحط طبق من هنا بيركب من فوق عليه. ايوه يا فندم. هو بس جوه في الورشه بيتكمل. هنجيبه لكم ان شاء الله برضه تشوفوه. في بعد كده عندنا برضه قطعه من القطع الجميله. انا عاوزه بس اسال حضرتك سؤال. اتفضلي فين بقى اسم الصانع؟ انا عايزه بس حضرتك يا حاج تجيبها لي. هنا بالنسبه حاج عبد المجيد وريني يعني اسم الصانع بيكون موجود فين؟ انت لا هو الصانع هنا هوت القطعه المقلده. في قطعه بيبقى ما عليهاش اسم الصانع، لان بيجي لنا الزبون يقول لك انا مش عايز اسم الصانع عليها. فبنقول مما عمل بامر من السلطان برقوق بايحاء الى الصانع. هي ما هنا انا شايفه ده البرقوق. لكن عندنا مقعد عشاء السلطان برقوق ممضي باسم الصانع محمد بن صنقر. وده من اساتذتنا الكبار عليه رحمه الله، مات من حوالي 600 سنه. لكن برضه جدنا وشغالين بروحه، لان احنا بنشتغل وهو قدامنا، ما نمسك حته الشغل بتاعته. لا ما شاء الله ما شاء الله، قطعه جميله جدا ومميزه جدا. شكرا يا انا فندم. بشكر حضرتك بجد على الحاجات الانفرادات اللي انت بتدهاني دي، اعرضها. شوفوا الفن الجميل. يا ريت ان انتوا تيجوا هنا وتشوفوا الناس دي بتتعب قد ايه عشان تطلع القطع الفنيه الجميله دي. زي ما احنا شايفين كل جزء، كل سنتي، كل ملي لازم يكون معمول في حاجه. ومش معموله اعتباطا. انا شايفه دي برضو هنا في الغطا من فوق الماسكه برضو في اخرام اللي طبعا. هنشوف بقى حاجه هنا. تحت معمول السنابل ديت هنعدها نلاقيها 6. 6 ليه؟ اللي هي في الأم دوت. دول؟ اهي دي السنابل. ليه؟ عشان ايه؟ كل حاجه ليها كلام. ربنا خلق الدنيا في 6 ايام. بنص قرآني. خلق الله عز وجل السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى الى العرش. بتعمل 6 سنابل. يتعمل 6 سنابل. اما ايه كل حاجه معموله بدراسات عجيبه. طبعا طبعا عشان تطلع بتمثل الدين الاسلامي. بالظبط يا فندم. حتى في العقيده لما كانوا بيعملوا شغل ايام الفاطميين مثلا، في الشيعه ليهم شغل معين. ويحملوا العرش ربك يومئذ 8. فيبتدوا يعملوا الحاجات كل واحد حسب العقيده، لكن كله في اطار طبعا الشريعه الاسلاميه. هي دي هي دي المكتوب الملك السلطان برقوق. السلطان برقوق ده شعار السلطان. او بيسموه الرنك. كان كل سلطان ليه رنك. يعني زي ختم، زي يعني الختم بتاعه. زي الختم بتاعه. لو بصينا وراك حضرتك بقى هنا اهوت هنلاقي صينيه نحاس احمر. انا عايزك بقى تحاولي تشيليها عشان نعرف الناس دي دقتها ازاي. شيلي الصينيه لو سمحتي. لا تقيله. لا بلاش تشيليها، حاولي تحركيها. لا انا مش قادره احركها، تقيله. تخيلي دي تتدق ازاي. ده وعليها نقوشات حديثه. شغلنا ده الكاتب. الصوره دي الكاتب بتاع السلطان، دي طبعا لسه هتطعم بالفضه. بعد كده السلطان وهو قاعد بياكل، السلطان وهو بيشرب، السلطان وهو بيتحرك راكب الحصان بيصطاد. هتلاقي الحصان كده بعد كده بيتطعم بالفضه. بعد كده هنلاقي في الخانات اللي فوق منها رباط. بعد كده اوصاف السلطان، كل حاجه ليها حكايه. وكاتب السلطان، ساق السلطان الى اخره.
انا شايفه ده شخص اهو. ده حد واقف، طبعا الصوره بعيده عني مش شايفها طبعا بس هي باينه. لازم هتلاقيه بيعمل حاجه، وخدي بالك من الحركه. صح، لازم الحركه، خدي بالك هو ماسك بيحرك حاجه. وفي حاجه الخادم الخدام بتوع السلطان درجات، وكل واحد راسه ما تترفعش الا بدرجه معينه، فده لازم ناخد بالنا واحنا بنعملها. الساقي لازم يبقى وشه في الارض عشان نفسه ما يبقاش في وعاء السلطان. الحارس عينه في وش السلطان، ده شغل فلازم دقيق. كل حركه ليها دراسه. ما شاء الله شغل دقيق فعلا قوي، طبعا مش حاجه سهله. لا ما شاء الله ما شاء الله بجد انفراد، يعني انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي على القطع الجميله دي اللي انفردت بيها. وشرفتوا الجماليه ده بنور حضرتك والله. ده دلوقتي الخطوط طبعا بقى اما تخلص فضه بتبقى حاجه تانية خالص. طبعا بتبان، بس طبعا بقى لسه عايزين عمره عشان نخلصها دي. ربنا يديك طولة العمر، ربنا يديك الحمد لله رب العالمين. وده كده مجال شغلنا. جميل جميل وحابب ان تصوروا عشان الساده المتابعين مع شيخ مشايخ الصنعه، عم كتكت اللي مربيني، عمنا الكبير 50 سنه في الصنعه او يزيد، رغم ان كان ليه استاذنا وشيخ الصناع في التطعيم عم كتكت. طبعا يا عم كتكت بقى انا اللي هبقى الايه، هسيب بقى الاستاذه هريحها وانا هبقى المذيع معاك. اتفضل انت اقعد بقى عشان ايه اشوف حضرتك. هنشوف بقى دلوقتي بقى، انا هاخد دور الاستاذه سمر اللي نورتنا وشرفتنا، اختنا الجميله اللي بتحب الفن. فانا بقى لو سبت الاستاذه سمر تسال عمنا الكبير الاستاذ كتكت شيخ صنايعيه التطعيم في العالم كله، لو هتفوت حاجات انا بقى اعرف ازنقه. عم كتكت ايوه انت طبعا شغال عمرك كله من وانت النهارده ما شاء الله داخل على ال 65 سنه، ربنا يديك الصحه والعمر. ليه ما ريحتش؟ ليه ما قعدتش وانا عارف ان انت تقدر تقعد في البيت واولادك وتاكل الشهد؟ ليه ما قاعد في الصنعه دي؟ لا لان الصنعه دي بتجري في دمي، بحبها. وايه اللي خلاك تحبها؟ هي صنعه ممتعه جميله، يعني بحس ان انا بعمل حاجه جميله ذات قيمه. وبتخلد اسمك؟ طبعا طبعا طبعا. طب انت اشتغلت في اماكن كتير، ليه المكان ده اللي انت بقالك فيه كتير جدا وقاعد تشتغل فيه؟ حسيت هنا يعني زي ما تقول براحه، والمكان هنا زي ما تقول انا استريحت له، لان اهم شيء تبقى انت قاعد في مكان مستريح فيه. انت ليه بتحط صباعك كده على الحته وممكن الشاكوش يعور صباعك؟ لا ما بيعور. انا شايف الشاكوش وهو معلم في صباعك واخد لفه الشاكوش. معلش هو بيعلم بس في ايديه لكن يعورني لا. لا عشان تحس الحته، عشان احس بالحته واجيبها زي ما هي جميله كده، تحس بالدقلجه، ولو في حاجه فزه في حاجه طالعه صباعك يحس بيها طبعا، لان الحديد ممكن ما يحسش صباعك يحس، مش كده؟ صح بالظبط كده احنا بنحط كده سلكه جنب سلكه يا عم كتكت. ايوه بالظبط كده. بعد كده هنجمعها ولا هنعمل ايه؟ بعدين افضل ادق عليها كده اهو لحد ما تبقى قطعه واحده. طب الحته لو ما عجبتكش تكمل فيها تشيلها؟ لا بشيلها. ما يهمكش خساره الفضه ولا يهمك اي حاجه؟ لا مش مهم طالما شايله اسمك. طبعا لازم تطلع كما ينبغي، مش كده؟ بالظبط كده صح. بالتالي انت بتنام تحلم بحته الشغل؟ طبعا وبتبقى جاي عامل خطه عمل ليها؟ طبعا. امال ايه؟ عشان ده اسمك وتراثك وتاريخك. بالظبط كده. شفت يا استاذ سمر بنحب الصنعه قد ايه؟ شوف الفن والجمال. متعه. مركزه معايا يعني. بص في ثانيه قطعه الفضه بعد ما تطعم بتبقى احنا اللي حلينا الفضه، مش الفضه اللي حلتنا، احنا اللي عملنا من الفضه بفضل من الله حاجه مميز وجميل. سامعين دقه الشاكوش وجمالها؟ موسيقى جميله انه يطلع في الاخر قطعه فنيه جميله يعني مبهره. انت بتسمعي شوف صوت الخيل وهي ماشيه جميله ازاي، وبالذات في اغنيه الاستاذه ليلى مراد وهي قاعده ويجيبوا صوت الخيل. بص صوت الشاكوش عايزين نسمعه لمده 30 ثانيه. بص الدقه جميله وكمان بتطلع بص الجمال، صوت الدقه ممتع. انا اصلا بعشق اي حاجه بتتعمل طبعا بالايد.
طبعا. يعني انا بعمل مشغولات يدويه وبعمل حاجات بايديا، فعشان كده اما بشوف حد بيطلع فن في حاجه ببقى حاسه بيها. احنا نفضل كده قاعدين حط بقى قطعه نحس بالحته، افضل ادق عليها كده اما بعد كده نلاقيها معروضه بره وكده اهو، ببقى شايف الحته، ابقى عارف كل ورقه اتعمل فيها ايه واتعملت ازاي. ممكن انا وعم كتكوت نشد مع بعض، ادي في الحته دي كنت انا وعم كتكوت شدينا فيها، حافظينها عشان عملناها بايدينا وبعرقنا، فحاسين بيها. مش حاجه بقى مكن وخش وابلص والمكنه تطلع دي وتطلع 100 قطعه. على فكره انا هنا القطعه كل قطعه غير الثانيه، قطعه ما لهاش مرتين. حتى لو بنقلد الاصليه لازم تخلف في حاجه. بصوا جمال دي كده اسمها ايه؟ بنبلطها. بص حضرتك بنبلطها. يا ما شاء الله، ومن سلك رفيع يعني. كده بلطناها. دي كده كمان ولا لا مؤاخذه ولا اي حد يعرف يشيلها حتى بالقلم او مهما نعمل. لو بالشاكوش ما بنعرفش نشيلها. ولا بالقلم. طب لو غلطت مثلا في حاجه زي كده هتعرف ازاي تتصرف ان انت تصلحها؟ لو في النقش بنمسحها. لو لقينا بقى واحنا شغالين بنمسحها بالصنفره، نقعد نصنفر فيها لغايه لما تتمسح. لغايه لما تتمسح. لغايه بالذات لو حاجه قرآن. لكن ممكن لو حرف منسي او حاجه في حاجه السلطان بنعديها، لان في الاصل كده برضه. لكن بالذات القرآن ما ينفعش لا، احنا ملتزمين بالخط العثماني اللي في القرآن. قطعة قطعة، تنظيم. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحة. آمين يا رب. يا عم كتكوت يخليك لينا. فن جميل جميل. كده زي ما احنا شايفين كده القطعة ان شاء الله تنوروها بقى اما تكمل. وانتوا نورتونا وشرفتونا بقناتكم المحترمة، وانا شاكر حبكم للصنعة. واي وقت ده مكانكم، ومشاهدينكم الكرام في شارع المعز محلات عادل جمعة تنوروها في اي وقت. ضيوف القناة ضيوفي، واهلا وسهلا بيكم. انا عايز بقى تشوف حضراتكم بقى المكان اللي احنا عايشين فيه، اتولدنا فيه ابا عن جد اكتر من 300 سنة. تاريخي جميل. بيتنا ومحلاتنا ورشنا ده مسجد الحاكم بأمر الله. مسجد الحاكم بأمر الله. نعم، معدي ال1000 سنة. وده من المساجد الجميلة. دي مأذنة ومبخرة في نفس الوقت، لأن القاهرة كانت بتتبخر كل يوم جمعة. كانوا 6 مباخر، المتبقي منهم 3 كل يوم جمعة. القاهرة دي القاهرة. زي ما بس قلنا ايه؟ القاهرة اللي قهر أعدائها دايما إن شاء الله. القاهرة كلها تتبخر. باقي المبخرة ديت وواحدة تانية قدام على مدخل الصالحية عند قبر الملك الصالح وشجرة الدر اللي مدفونين عندنا هنا قدام يا فندم. هنا يا فندم الحجر لو ينطق يقول التاريخ. قدامنا شوية حمام السلطان اللي طلع عنه المثل اللي اختشوا ماتوا. لما الحمام اتحرق النساء كانت جوه بتستحمى، النساء اللي ما رضتش تخرج عشان عورتها ما تظهرش ماتوا جوه، رفضوا يخرجوا. اللي خرجوا وجريوا قالوا اللي اختشوا اللي هم قعدوا جوه فماتوا. دي فكره اول مره اسمعها. دي الجماليه ونسوان الجماليه ورجاله الجماليه. وعندنا طبعا عند البوابه مدفون باب الفتوح. وموجود فيها سيد الذوق مدفون. اما بيقولوا في المثل الذوق ما خرجش من مصر. ده لما ما عجبتوش الاحوال في البلد عشان المماليك بيقتلوا بعض، قال لا والله هو كان مغربي اصلا، قال انا هسيب البلد وارجع. وكان راجل درويش بتاع ربنا، قال انا هخرج من البلد. وهو على البوابه هنا وقع مات. فقالوا الذوق ما خرجش من مصر. لان كانت البوابه حكايات جميله. انا عايزه اجي لحضرتك هنا تقول لي. لا تنورينا يا فندم. بجد حلقه جميله جدا جدا. واستاذ
نشكر استاذ عبد المجيد بقى الشغل الجميل ده، وشرفتنا النهارده في الحلقه. ربنا يديك الصحه يا رب وطولة العمر كده، طلع لنا كده فن جميل دايما. يعني انا عايزه اجي بقى، انا طمعانه اجي اتعلم منك بجد والله. ألف مرحبا. يعني فن حلو قوي. طب انا بقى اما اتعلم في يعني في حاجه مثلا، انتوا بتكون عندكم حاجه مثلا، يعني انا هبوظ لو انا عملت حاجه زي كده، اما حد يجي يتعلم بيتعلم في ايه؟ ما هو لما بيجي حد يتعلم ويجي مثلا يبوظ حاجه زي كده، انا بضطر ان انا اشيلها تاني واعمل بدلها. طب ما فيش حاجه هو بدل ما يبوظ مثلا في حاجه قيمه زي دي؟ مش لدرجه التبويظ يعني. يعني هو لما بيدق على حاجه ما بتطلعش الورقه مظبوطه زي ما هو احنا عاملينها كده، او الخط مظبوط زي كده. انا شايفه كلها خطوط رفيعه جنب بعضها، في الاخر بتتفرش ولا اي حاجه، ممكن انا بروح خالعها تاني واعملها من اول وجديد كده. انا علمت واحده من النمسا. ما هي الناس اللي عايزين يتعلموا، قعدت معايا هنا شهرين بره عايزين يتعلموا، وخد الشهاده هناك في بلدها، لان هي كانت جايه تتعلم. هناك مهتمين ان هم حاجه زي كده تدرس ويتعلموها. امال ايه؟ هتاخد شهاده في المهنه دي اللي انا شغال فيها، عشان هم زي ما تقولي عايزين يعلموا مثلا اجيال هناك. خساره ان احنا التراث بتاعنا يتنقل. فلما بتعمل حاجه غلط انا بضطر ان انا اشيلها واعمل غيرها. قعدت تقريبا قد ايه معاكي؟ قعدت معايا حوالي جلموس شهرين. لغايه ما اتقنت خالص. هي جايبه الخامه على حسابها وكل حاجه وانا علمتها لغايه ما اتقنت خالص الشغل. يعني بتشتغل، بس مش زي ما انا مثلا متعلم. لا طبعا خبره حضرتك اكتر، بس هي مره في مره بقى مع حاجات بتعملها هتاخد اكيد الخبره. بالظبط كده، بالظبط. حضرتك بقالك كام سنه في لا ده انا بقالي حوالي اكتر من 45 سنه في الصنعه. ما شاء الله ما شاء الله. كانت سنك تقريبا كام يا حاج؟ انا زي ما تقولي دخلت الصنعه دي وانا حوالي 15 سنه او 14 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. دخلتها فعشقتها وحبيتها. طبعا. لا هي تتحب بصراحه. هي تتحب جميله. فاحنا لما بنعمل حاجه فساعات بنعمل حاجات من دماغنا احنا، مش حد مثلا يعني عايزين نعمل ابريق، عايزين نعمل كوبايه، عايزين اي حاجه. كل حاجه احنا زي ما تقولي لما مؤاخذه يعني نتفرج عليها، ممكن احنا بنعملها من البدايه للنهايه. نحاس وتطعيم ونقش وكل حاجه. انت بتسلكها كده وانت يعني بتحرك زي ما تقولي السلك عشان بس تخليه ياخد مجرى تاني. بالظبط. ببقى بالقلم محدد انا مثلا لما اوزع هبتدي منين وهقطع فين. والحته الثانيه هتيجي ازاي، بحيث ان هي تبقى كلها كملت زي كده، وما ادق عليها كده اسيحها على بعض. يعني هي ليها طريقه كمان بدايه ونهايه علشان عشان ابقى عارف دي ماشيه ازاي مظبوطه. وتبقى ماشيه بنفس الخطوط بتاعه الفضه. بالظبط كده. دي انا ببتديها كده واروح لافف دي كده واقطع هنا. وبعدين اعمل دي كده جنبها يوم كده بقى. لما ما اقعد ادق عليها كده بقت ايه، تفرد الاثنين يفردوا جنب بعض على بعض. تبقى حته واحده وفي نفس الوقت تتقري. انا عاوزه امسك بس السلك ده، يعني المسه اشوف ان هو ايه بيبقى ازاي. السلك عادي هبقى اوريه همسكه لحضرتك. نتخلص بس. ده فضه. شايفين؟ ده فضه. لا ومرن طري جدا. 55. هو بيشبهني بسلك النحاس. انا بجيب سلك نحاس برضه. في سلك نحاس احمر بيبقى وفي اصفر زي ده كده. وفي فضه. على حسب الزبون. يعني في زبون مثلا لما هو بيطلب مثلا ايه، بيطلب ان احنا نعمل الاويات دي اللي هي اللي رابطه الشغل اللي هي حوالين القالب ده. بالظبط كده. بيطلبها حمراء. يبقى مثلا دي حمراء وداخلها مثلا فضه. في زبون لا عايزها كلها بيضه. عايزها كلها فضه. دي فضه واللي داخلها فضه، ودي فضه واللي داخلها فضه. على حسب بقى حسب الطلب او على حسب الطلب. بالظبط كده. وزي ما شفنا النهارده كانت حلقه جميله جدا بننفرد فيها من محل الاستاذ عادل. بصراحه
يعني حاجات تحف فنيه نادره وانفرادات هو يعني ادهاني القناه سمر لايف ستايل. بجد حاجات جميله جدا جدا. دي زي ما شفنا المبخره، ودي علبه المجوهرات بتاعه السلطان. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. ما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت والشير. السلام عليكم. شكرا، مع السلامه. مع السلامه.